عملت لكم النهارده شويه سندوتشات للمدارس زي ما وعدتكم، سلسله من سلاسل السندوتشات للمدرسه. عملت لكم الميني بيتزا، وعملت برضو بيتزا كبيره قلت للاولاد يتغدوا بيها، وعملت السندوتشات السوسيس وبالجبنه، وعملت السندوتشات ميني كايزر بطريقه حلوه خالص. هتدخلوا الفيديو وتشوفوها، وتدخلوا الفيديو وتشوفوا الطريقه عملتها ازاي سندوتشات للمدارس، وان شاء الله تعجبكم وتجربوها، وندخل الفيديو ونشوف الطريقه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم أسرار ست البيت. النهاردة إن شاء الله هنعمل باقي سلسلات سندوتشات المدارس. امبارح عملنا العيش الفينو الكايزر والعيش الفينو. النهاردة إن شاء الله هنحشيها، نعمل سندوتشات محشية مع بعض، وهنعمل الميني بيتزا، وهنعمل ميني كايزر، والسندوتشات محشية. هنشوف الحشوات مع بعض، بس الأول نعمل العجينة مع بعض. انا معايا 2 كيلو لان انا هعمل كميه علشان المدارس هحطها في الفريزر، ومعايا الاولاد عايزين بيتزا كبيره هعمل لكل واحد واحده. وان شاء الله تعجبكم الوصفه بتاعت النهارده، ونشتغل مع بعض ونشوف المقادير بتاعتنا. معايا 2 كيلو دقيق، هنحط عليهم معلقتين كبار خميره فوريه، وهحط 3 معالق كبار سكر، وهحط معلقه صغيره ملح، هحط كوبايتين زبادي، هحط كله على بعض وبعد كده نعجن مع بعض. وهحط كوبايه تانية، حطيت واحده وادي التانية، وهحط البيضتين. العجينه بتاعت امبارح احنا حطينا بيضه واحده عشان كان كيلو، لكن النهارده هنحط بيضتين عشان دول 2 كيلو. وهحط عليهم الخل طبعا بيخلي العجينه معاكي بيضه وهشه كده وحلوه. هقلب ده كله. الزيت هنخلوه اخر العجينه، هنلم بيها العجينه زي ما اتفقنا مع بعض. انا وحضرت الصلصه بتاعت البيتزا، وعملتها قبل كده معاكم لما عملت البيتزا مرتين معاكم في القناه. هسيب لكم الرابط بتاع البيتزا عشان تشوفوا طريقه الصلصه بتاعت البيتزا. هحط الميه. امبارح حطينا بقى على الكيلو حطيت 3 كوبايات. النهارده انا جبت نوع تاني غير النوع بتاع امبارح، هشوف مع بعض هياخد كام كوبايه. الاول في البدايه هنحط 4 كوبايات عشان كل كيلو ياخد كوبايتين. الميه دافيه طبعا عشان الخميره تشتغل معايا. اهي بدأت ألم فيها. هي الدقيق، النوع الدقيق ده المطبخ، خد مني 4 كوبايات، يعني الكيلو كوبايتين. بتاع امبارح دقيق الصفوة او الصافي يا نانا، الصافي هو اللي خد مني 3 كوبايات الصافي. لكن بتاع النهارده المطبخ خد مني كوبايتين بس. وانا قلت زي ايه، زي الدقيق بتاعك ما ياخد، او نوعيه الدقيق بتاعتك ما تاخد. هلم بالشكل ده العجينه. بعد ما اخلصها خالص نحط مع بعض الزيت. اديني خلصت اهو زي ما انتم شايفين العجينه بقت معايا ملسه خالص. هبتدي احط الزيت.
الزيت 4 معالق، لان ايه زي ما قلت لكم الكيلو عليه معلقتين بس. الزيت تحطيه كده عشان تلمي بيه العجينه بتاعتك وتملكي بيها كده. وادي اهي لميتها خالص اهي بالزيت اللي انا قلت لكم عليه ال4 معالق. دلوقتي اسيبها لغايه ما تخمر، احط على الوش زيت كده بالشكل ده، واحط في قاع العجانه اهي، وهسيبها حوالي ساعه، اغطيها بستريتش وهسيبها حوالي ساعه تخمر، ونشوفها بعد كده نقطعها ونعمل الحشوات مع بعض. انا هنا جهزت الخلطات اللي هستعملها في السندوتشات والبيتزا معاكم لغايه ما العجينه بتاعتي تخمر. معايا هنا سوسيس، معايا زيت زيتون اخضر واسود، ومعايا هنا جبنه مطبوخه بيبيعوها عندنا في الهايبر هنا، متكونه من جبنه بيضه ولانشون وجبنه رومي وزيتون، هحشي بيها برضو. هنا معايا جبنه رومي، معايا جبنه شيدر، هنا جبنه موتزاريلا، معايا هنا فراخ، عندي صدرين فراخ حوالي نص كيلو، عملته بالخلطه البصل والفلفل الاخضر، شرايح طماطم، شرايح فلفل اخضر، الصلصه بتاعت البيتزا. هنا معايا السوسيس قطعته، قلت اقطع 2 منهم، قطعتهم قلت احطهم في البيتزا. وادي العيش بتاعنا خمر معايا، هبتدي اقطع منه. بسم الله ما شاء الله اهو. اقطع الاول احطهم في صاج على كد المقاس اللي انا عايزاه، بس ايه انزل الخمر بتاعه الاول كده اهو. اقطعهم بالمقاس ده اهو اهو. طبعا القطعه بتاعت البيتزا هتبقى اكبر من كده. ال4 بيتزات اللي قلت لكم عليهم هعملهم كبار، غير الميني بيتزا هتبقى طبعا حجمها صغير. بالشكل ده اهي. هقطعهم كلهم بس عشان الفيديو ما يطولش معايا، وهوريهم لكم بعد كده. انا هنا قطعت دول هعملهم ميني كايزر اهو في الحجم ده، وهحشيه معاكم وهوريهولكم يتعمل ازاي. وقطعت دول اللي هعملهم معانا سندوتشات، هفردها بالشكل ده. هحط جبنه شيدر وعليها جبنه موتزاريلا اهي بالشكل ده، واقفلها كويس عشان لما تخمر ما تتفتحش معايا. واحطها في صاج مدهون اهي بالشكل ده. هعمل واحد سوسيس، هعمله على شكلين، شكل يبقى ملفوف بالشكل ده، وشكل تاني هعمله على هيئة صوابع، هوريهولكم دلوقتي. كده بالشكل ده، وهجيب صابع السوسيس وهلف عليه العجينة بالشكل ده اهي، تدي برضو شكل حلو اهي.
افصل بس عشان الاذان اهي بالشكل ده. بالشكل ده اهو. اقفله كويس عشان ما يتفتحش، احطه من جنب بعض. اهو بالشكل ده اهي. اقفلي كويس عشان الحشوه ما تطلعش منك اهي. دي هحط فوقيها زيتونيه كده عشان اعرف ان هي دي الجبنه ايه المطبوخه بالشكل ده. خلاص تشدي العجينه كده وتلفيها كويس عشان ما تتفلتش اهي. نحطها كده برضو، احط لها حته زيتونه من فوق عشان اعرف ان دي ايه جبنه مطبوخه. هنعمل شكل تاني انا عملته قبل كده معاكم برضو في القناه، في اول القناه. بالشكل ده احط ايه، احط جبنه رومي ومعاها جبنه مطبوخه بالشكل ده، معاها زيتون، يعني انت تشكلي براحتك. بعد كده تشدي دي وتقفليها كويس عشان ما تظهرش في الفتحات اللي انت عاملاها دي اهي اهي. هيبقى المنظر كده اهو. بتقفلي كويس اهي. هحط بعيد شويه عشان الخم. نعمل واحده تاني بالشكل ده اهي. اهي هنا معايا العجينه دي هعملها ميني بيتزا. فردت شويه دقيق وهبتدي افردها بالشكل ده. انا خلصت السندوتشات اهي. معاكي قطعه مدوره، معاكي كوبايه، المتاح عندك اعملي بيه. بصوا انا عايزاها في السمك كده اهي. خلاص
اهي ابتدي اقطع، هقطع معاكم بكوبايه اهي بالشكل ده. وادي اهي الميني بيتزا هنبتدي نحشيها مع بعض. انا عامله الصلصه بتاعت البيتزا اهي، حاطه لها بصل وتوم بودره وزعتر، واهي سبكتها كويس قدامكم اهي، وهحط لكم اللينك بتاع البيتزا عشان تعرفوا الصلصه عملتها ازاي اهي بالطريقه دي. لو ما عندكيش صلصه البيتزا ممكن تجيبي كاتشب وتدهن الميني بيتزا بالكاتشب، برضو بتدي طعم حلو. تحطيها في اللانش بوكس لاولادك، حلوه خالص، احسن من السندوتشات برضو اهي. وتحطي الحشو اللي يعجبك، ممكن تحطي جبن، تحطي لحوم لو عندك فراخ، لحمه، شويه لحمه مع السجين كان عندك زايدين تسخنيهم وتحطيهم فوقيها، حته فرخه برضو تعمليها بحته بصل كده اهو تكون مستويه وباقي عندك من نوايب اي عيل من عيالك، برضو تقطعيها وتعمليها اهو بالطريقه دي اهي. حطي شويه جبنه موتزاريلا اهي بالطريقه دي اهي، زي اللي بتعمليها للكبيره بالظبط تعمليها للصغيره، ما تخليش حاجه تنزل في الصينيه او الصاج بتاعك عشان ما تتحرقش معاكي اهي. وانا السندوتشات عملتها وسايباها تخمر، هوريها لكم وهدهن وشها بيض بشويه خل او شويه ميه بالشكل ده اهي. احط زيتون، انت تشكلي براحتك كده اهو عشان يبقى شكلها حلو لاولادك اهي. تضغط عليها كده اهي اسود اهي، برضو تضغط عليها ونعمل البيتزا الكبيرة مع بعض برضو دلوقتي انا خلصتهم اهو. هبتدي اعمل معاكم، حطيت على الوش كل واحدة حطيت عليها حتة فراخ اهي عشان يبقى زيهم زي الكبار اللي انا هعملهم دلوقتي اهي. اضغط عليهم كده، انا مخليه الثلاثه دول عشان ابني ما بيحبش الزيتون، مخليهم من غير زيتون. وادي اهو هعمل البيتزا الكبيره اهي عشان الاولاد عايزين يتغدوا بيها، رحت قلت اعمل لكم بالشكل ده. وادي اهي البيتزا الكبيره اللي عملتها لهم. هحط الصلصه زي بعض، لو كان الفيديو ده طويل بس انا ما بعملهوش كله على بعض عشان ما يطولش معاكم اكتر من كده اهي. اهي
حطيت الجبنه الموتزاريلا اهي بالطريقه دي اهم. بعد كده احط عليهم الفراخ اللي انا عاملاها بالطريقه دي اهي. اهو بالطريقه دي. بعد كده هحط عليهم فلفل اهو. اهي. انا ولعت الفرن طبعا، سخنتها. ولعت برضو الفرن الكبيره زي امبارح، زي ساعه ما عملت في العيش اهي. اهي بالطريقه دي اهي. واضغط عليها كده لان انا ايه ما خرمتهاش بالشوكه، لازم تخرميها بالشوكه اهي بالطريقه دي. وادي اهي البيتزا خلصتها اهي قصادكم اهي. وخليت نوران دهنت وش السندوتشات والبيتز والميني كايزر بالبيض اهو زي ما انتم شايفين. ودلوقتي هقوم احطهم في الفرن وهوريهم لكم وانا بحطهم في الفرن. ودينا اهو هبتدي ارصهم واحطهم اهو في الفرن. انا قلت لكم ان انا هعملهم في الفرن الكبيره. بسم الله الرحمن الرحيم اهو. وادي الميني بيتزا اهو. وادي الميني كايزر. والسندوتشات حطيتها هي اللي جوه، ونشوفهم لما نطلعهم ان شاء الله. العيش لسه شويه اهو، لسه ما حمرش. هسيبه حوالي 5 دقايق كده اهو. وادي اهو السندوتشات استوت معايا اهي، محمر بشكلها حلو. هبتدي اطلعهم واحط بعد كده البيتزا. وادي البيتزا هحط على وشها، انا حطيتها 10 دقايق جوه الفرن. هحط على وشها شويه جبنه موتزاريلا تاني بالشكل ده، موتزاريلا اهي بالشكل ده اهو اهي. بعد كده ادخلها في الفرن تاني بالشكل ده اهو، بس عشان تديك البطه تحت الجبن. وادي البيتزا اهي طلعتها من الفرن، شايفين شكلها حلو ازاي اهي. وادي الميني بيتزا. وادي السندوتشات اهي معانا حلوه خالص، هنقدمها مع بعض ونشوفها. وادي الميني كايزر انا فتحته وراح احشيه بالحشوات اللي فاضله من البيتزا، الجبنه الرومي والجبنه الشيدر والجبنه المطبوخه. هحط هنا اهو اهو عشان بس ايه تشوفوا لما تيجي تحشوهم لاولادكم اهي. ادي الجبنه الرومي واحط عليها زيتون بالشكل ده اهي. هتجيبها عشان ما تتفتحش من اولادك، لو حطيتيها في اللانش بوكس تثبتيها بالخلايه كده اهو عشان ما يوجعش الحشو منها اهو بالمنظر ده اهو بالشكل ده اهي. هناخد الخلايه نحطها كده، وعشان المنظر نحط زيتونه كده
على الوش اهي، شايفين العين بتاكل قبل البق طبعا اهي. هحشي الجبنه بتاعتنا دي برضو، احط لها خلايه عشان ما يتفتحش منه في اللانش بوكس اهي. الزيتونه اهي بالشكل ده اهي. هحط فلفل اخضر معاها اهي. هحشيهم كلهم بالشكل ده ونشوفهم في التقديم مع بعض. وادي اهي خلصت السندوتشات الميني كايزر بالشكل ده. اي حشوه عندك موجوده تعملها لهم بالشكل ده اهو، وتنبه على اولادك ان هم يشيلوا الخلايه دي قبل ما ياكلوا ويعورهم. وادي معايا اهي السندوتشات اهي، سندوتشات الجبنه وسندوتشات السوسيس اهي بالشكل ده. شايفين الجبنه طلعت وهي وساحت اهي، شكلها حلو خالص اهي. وادي البيتزا بتاعتنا، وادي الميني بيتزا. وهنا فضلت معايا عجينه، رحت عملتها زي الكايزر صغيره كده، وحشيتها سوسيس، وحشيتها جبنه موتزاريلا اهي بالشكل ده. شايفين شكلها حلو ازاي؟ ورشيت على الوش جبنه موتزاريلا. وان شاء الله تعجبكم الوصفه وتجربوها لاولادكم في المدرسه. وكل سنه وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، مع فيديو جديد مع اسرار ست البيت.